السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد من سلسله ازاي تعمل محتوى رقمي كامل بسيستم كامل خاص بيك باذن الله، سواء بقى هتجي الكورسات تبعك او لو هتبيعه لعملاء معينين محتاجين السيستم ده. فيديو النهارده هيبقى فيديو دسم جدا لان احنا هنتكلم عن اكتر من حاجه بطريقه عمليه على طول. هنتكلم فيه ازاي بتعمل الموقع او صفحه البوت بتاعتك اللي حد بيدخل عليها فبيشتري منك الكورس يقتنع بيها، وسواء هيشتري او هتديله حاجه مجانيه كليد ماجنت اللي هو يتفرج عليها وبعد كده تتابعه بايميلات او بحمله معينه فتخليه يشتري في الاخر الكورس بتاعك. وهنتكلم كمان ازاي بنعمل الفورم اللي بتحطها جوه الصفحه بتاعتك في الموقع بتاعك بحيث ان حد يسجل عليها، فيا اما يتفتح له حاجه مجانيه ياخدها يا اما هتتابع معاه بعدين. وهنقول ازاي بقى بنديهم تاجز معينه بحيث ان انت تبقى مربطهم بعلامه معينه فتبقى عارف الناس اللي سجلت في الفورم دول بتوع ايه، فتتابعهم بطريقه معينه. بتعمل لهم اوتوميشن بعد كده، سواء بقى لو كانوا اشتركوا في الكورس فتعمل لهم اوتوميشن يخليهم يديهم الجروب، بعد كده يديهم الكورس، بعد كده يبقى في ايميل يتبعت لهم، بعد كده تتابع معاهم، بعد كده لو عايز تبيع لهم حاجه ثانيه بعدين. ده كله هنتكلم عليه دلوقتي باذن الله. وده يعني زي ما احنا شايفين هنا ده الفيديو الرابع من السلسله، لان في 3 اجزاء نزلوا قبليها، فمحتاج ان انت تكون شفتهم الاول عشان تعرف تتابع معانا الفيديو الرابع لانه بيبني عليهم. احنا في اخر الفيديو الثالث بالفعل عرفنا ازاي نعمل الكورس، عرفنا ازاي نعمل الجروب، ازاي ندي اكسس لحد يدخل على الجروب بتاعنا. فتعالى بقى نشوف ازاي هنبتدي بان احنا نعمل الموقع تبعنا اللي هيبقى عليه الناس بتدخل تسجل ويا اما تشترك يا اما بنديهم حاجه فور فري بحيث ان احنا نخليهم يشتروا بعدين. طيب مثال سريع دوت، مثلا حاليا كورس ده قناه اليوتيوب دوت موقع انا اللي عامله بنفسي على جو هاي ليفل زي ما شرحنا، وهتلاقيه موجود من هنا. الصفحه بتاعته معمول من هنا، في فيديو بيقنعك بيه الكورس، بعد كده تقييمات الاصدقاء، بعد كده الكورس دوت لمين، بعد كده حاجات فيها اسئله س وج وده كله، وبعد كده هكذا. فدوت حاجه عشان تشتري في الكورس بتدوس هنا بيدخلك على الواتساب تبعنا بحيث انت تتكلم مع التيم فتشتري الكورس باذن الله. وفي حاجه ثانيه، دي موقع ثاني انا عامله بحيث ان هو يبقى ليد ماجنت. انا هنا بقول لهم انتوا بتاخدوا سجل اسمك وايميلك في الفورم ديت، فبمجرد ما تسجل هيجي لك وحده كامله مجانا تماما من الكورس اللي هو حوالي 12 وحده. في وحده مهمه انا بقول للناس هبعتها لكم فور فري بمجرد ما تسجل في الفورم ديت، بحيث لما يسجل في الفورم انا باخد بياناته بتتسجل عندي في جو هاي ليفل، هوريك دوت بالظبط، وبديله تاج معين فابقى عارف ان دوت حد مهتم بالكورس ومعاه الجزء المجاني، وهوريك التاج دوت بالفعل. فبعدين ممكن ابعت له ايميل تاني فيشتري الكورس بتاعي كامل زي بالفعل ما انا عملت الحركه ديت، وهوريك ده كله بامثله عمليه. فهكذا هنا دي موقع تاني. وفي حاليا بقى لو انت متابع جو هاي ليفل في حاجه اسمها اي اي ستوديو. الاي اي ستوديو دوت حاجه زي اللافابول كده، اللي هو انت بتعمل بيه فايب كودينج اللي هو بيعمل لك مواقع في ثواني. يعني الموقع دوت سواء الموقع ده او الموقع ده انا عملتهم في حوالي كل واحد فيهم اخذ مني حوالي ساعتين 3 ساعات 4 ساعات عشان انظمه واظبطه وهكذا، وخلاص الدنيا فيها كل واحد اخذ حوالي تقريبا 3 ساعات. انما موقع زي الموقع اللي قصادك ده، الموقع اللي انا كنت بجرب فيه وعملناه بالفعل مع بعضنا سوا، اخذ مني 3 دقائق. وممكن تكون انت شايفه شكله بروفيشنال اكتر عن الموقع دوت، شكله احسن. بس الموقع ده معمول بحاجه اسمها الاي اي ستوديو الفايب كودينج، اما الموقعين دولت معمولين بالنيتف بيلدر بتاع جو هاي ليفل. وهنا لينا واقفه عشان تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. الفايب كودينج دوت يعني حاجات هو بيقول لك اي اي ستوديو جو هاي ليفل لسه منزلها جديد حتى الان فور فري، بتدخل بتديله برومبت معين من هنا وبيعمل لك الحاجه اللي انت عاوزها. فمثلا هو بيقول لك تمبلتس ممكن تعمل بيه صفحات، تعمل بيه داشبورد، تعمل بيه موقع، تعمل بيه بورتفوليو، تعمل بيه حاجات جباره جدا. مجرد ما انت تقول له انا عاوز كذا، ممكن تكتبه بالعربي حتى، تقول له انا عاوز كذا كذا كذا. فانا بالفعل قلت له انا عاوز موقع للفريلانس بتاعي وهكذا، فعمل لي الموقع دوت بالظبط في 3 دقائق. العيب بتاعه ان هو انا مش معايا التعديلات، عشان اعدل على حاجه من هنا لازم اقول له غير لي العنوان من هنا وخليه كذا او اعمل لي كذا مكان كذا، لازم اكتب له. الا لو انا بقى حد فاهم في الكودينج فاقول له لا اعمل لي دوت بقى انا ادخل اعدل في الكود نفسه. اما فكره النيتف بيلدر اللي هي فيه الحاجات ديت ربما تكون شكلها مش بروفيشنال قوي زي ده، بس انا ممكن اعدل على اي حاجه من هنا، بغير كل حاجه بسهوله. مثلا دي صفحه النيت بيلدر من هنا انا بدخل عليها، ممكن اغير اداره قنوات، امسحها او اخليها مثلا اداره العديد، مش عارف يعني العديد من اليوتيوب، اي حاجه. يعني بقول لك ممكن اعدل اي حاجه من هنا. ممكن اروح دايس على الفيديو ده فاروح مغير، اقول له والله غير لي الفيديو دوت او تشينج الثامبنيل او غير لي الفيديو دوت او ريموف، اصلا ممكن امسحه خالص لو انا عاوز. او مثلا اروح نازل من تحت اغير الكلمه ديت امسحها. ممكن اروح معدل من هنا كلمه دوس هنا ديت اخليها اعدلها، اغير الفورم، كل حاجه بسهوله تامه اعدل اللي انا عاوزه. فاحنا هنشرح ايه حاليا؟ هنشرح ايه مكان السايتس، ازاي بنعمل السايت وازاي بنربط الفورم وننطلق عليها باذن الله. بالمناسبه الموقع دوت كامل
والموقع دوت كمان كامل، معاهم مواقع تانية، معاهم حاجات تانية. الحاجات دي كلها موجوده فور فري لو انت دخلت عندنا على الجروب بتاعنا اللي هو جو هاي ليفل تبع السباعي. فده الجروب بتاعنا اللي بينضم من خلالنا يعني على جو هاي ليفل، فبيدخل بيجي له ايميل ينضم للجروب بتاعنا، فهيلاقي المواقع ديت انا حاططها بالفعل، وهيجي لك ويعرف اللي انت فقط تنسخها في رابط بشاركه معاك، بتنسخها بتبقى موجوده معاك وتعدل زي ما انت عاوز باريحيه تامه بدل ما تتعب دوت. انا في حاجات كتيره كل فتره كده بروح مشاركها، اي حاجه انا اشتغلت عليها بعملها بشاركها باذن الله هتلاقيها موجوده. طبعا لو اشتركت في الرابط الموجود من تحت، غير ان انت تاخد 30 يوم بدل 14 يوم بقى الاستشارات المجانيه على الجروب بتاعنا وهكذا، وكل حاجه بالتفصيل ان شاء الله. نشوف بقى الحكايه دي احنا بنلاقيها منين. احنا حاليا في جو هاي ليفل، هننزل من تحت عند سايتس ديت احنا شارحينها بالتفصيل في الكورس للمبتدئين، بس في حاجه بيقول لك فانيلز، عايز تعمل ويب سايت، عايز تعمل ستور، ويبينار، اناليتكس. احنا فارق معانا لا احنا نعمل فانيل. فاقول له والله فانيل بتاعتنا يلا نجرب نعمل فانيل جديده اللي هي صفحه هبوط، فهقول له نيو فانيل. عايز يقول لي تختار من التمبلتس اللي موجوده عندنا، فممكن نبص على التمبلتس اللي موجوده، هنلاقي دي صفحات هبوط هم حاطينها وتعدل عليها بالشكل دوت. حلوه جدا، في حاجات كتيره جدا هم طايفين ما يقرب مثلا، بص ده كله كام ثم. بص هنا يعني في حاجات كده كتير هنا تبع الاوتوموتيف، لو انت عايز اوتوموتيف حاجات زي كده، لو انت عايز بيوتي فاشن، عايز بيزنس كوتشنج، الحاجات دي كلها ممكن تعدل. لقيت حاجه عجباك ممكن تختار عليها وتعدل عليها، بس احنا نختار من البدايه كده. هنقول له نيو فانل، فاقول له فروم بلانك، هنعملها من الاول خالص. هنسميها ايه؟ تيست فريلاند زاويه كرييت. هيقول لك شكرا احنا عملنا اول خطوه، يلا بقى اد نيو ستيب اور امبورت. احنا قلنا نيو ستيب، هنسمي ديت مثلا ايه؟ مين، دي الصفحه الاساسيه. لو انت عندك حاجه من كليك فانيلز دوت موقع لو انت مشترك فيه وكان عندك مثلا فانيل معينه، ينفع تعملها امبورت من هنا بدل تضيف اليو ار ال بس بتاعها. كرييت فانيل بقت موجوده من عندنا، بيقول لي عايز اكزيستنج فانيل، احنا هنعمل له كرييت فروم بلانك من البدايه خالص. فيلا فتحت الصفحه بتاعتنا. في حاجه جنريت وذ اي اي ممكن توصف له، وده مختلف عن اليوتيوب ستوديو اللي هنا، مش الاثنين واحد. اليوتيوب ستوديو دوت احنا مش معانا تحكم فيه، انما هنا بيعمل حاجات ينفع بالدراج ودروب، ينفع تعدل عليها بكل سهوله جدا. فممكن نقول له والله ماشي جنريت وذ اي اي، فالاي اي هيقول لك انت عايز صفحه الفن بتاعتك ايه، البيزنس تبعها ايه، الجول بتاعك ايه، وبعد كده التارجت بتاعك ايه، والحاجات دي كلها، وبيعمل لك صفحه ينفع تعدل عليها بسهوله تامه. انا هقول له لا بلانك سيكشن عشان نبقى عارفين. فمثلا هنا هنخليها بقى كل الحاجات من هنا، لو انت عندك اي خبره في الورد بريس والمنتور وهكذا هتلاقي الحاجات دي كلها بالفعل انت عارفها، اللي انت تضيف بقى الكولم الاول وتضيف الكولم الثاني والهيد لاين وهكذا. فاحنا نقول له والله ديت هتبقى كولم واحد، وهنضيف مثلا هيد لاين هسميه اقوى كورس للمنتجات الرقميه. ممكن طبعا اغير الهيد لاين من هنا، انا بحب الفونت اللي هو كايرو بالشكل اللي قصادنا دوت. ممكن طبعا تخلي الباك جراوند كلر اهي مثلا بالطريقه دي. ثم هنعمل ده كده سيكشن كامل، هنضيف والله 2 كولمز من هنا. فهنقول له والله هنا احنا عايزين صوره معينه، خلينا نشوف فين الصوره. ممكن تروح باحث كده ايمج، بتبحث من فوق بالايمج، هي نشوف هنا تحت بس ايمج كده مثلا، وهنا نكتب تكست، امسح ده، بوليت ليست، حاجات كده نتكلم عنها. هنغير الصوره من هنا، نحط الصوره ديت انسيرت ميديا، بعد كده بوليت ليست تعال نمسحهم ونكتب اول حاجه مثلا الكورس ده يغنيك عن شراء سيستم اخر مشروح بالتفصيل الممل. طبعا يعني اي حاجه بنتكلم عنها بالطريقه ديت وهكذا. فانت كده بتضيف البوينتس بتاعتك، ينفع طبعا على نفس النظام تعدل عليها، تعدل على الفونت، تعمل كاستوم، تعمل كل حاجه، نخليها كايرو تاني بقى بالشكل دوت، تكبر تصغر. ممكن هنا حتى الصوره السايز بتاعها والله اقول له خليها 100 100، فاحنا صغرناها من هنا، لا خليها 100 0، خليها 300، فنكبر من هنا خلي دي 200. الحاجات دي كلها ينفع تلعب فيها بطريقتك انت. طبعا انا بس بشرح بشكل سريع، انت بعد كده تعمق فيها، او خد واحد من الويب سايتس اللي انا موفرها لك بالفعل مجانا تماما لو انت مشترك معانا ان شاء الله، او حاجات من التمبلتس الموجوده وعدل عليها بشكل تام. طيب بس بقى الحاجه المهمه بقى الفورم ديت، لو انت سجلت اسمك من هنا، يعني مثلا تعال نشوف احمد السباعي، دوس هنا عشان تسجل في الكورس.
انا بقول له سجل اسمك وايميلك هنا وهتفتح لك الكورس المجاني. فمجرد ما اسجل بيظهر ده مبارك يا صديقي عند مامك لينا، تقدر تدخل من هنا على الايميل ولو دخلت على الايميل بيتبعت لي ايميل دلوقتي بيقول له انت اشتركت معانا وباخد تاج معين وقصه طويله. تعالى بقى نتكلم ازاي دي بنعملها، لان دوت العصب بتاع سيستم الكورسات. اول حاجه دي فورم. الفورم بنعملها ازاي جوه جو هاي ليفل؟ من هنا بنرجع من هنا، خلينا نرجع نقفل ديت ولا خليها مفتوحه معانا عشان لو احتاجناها بعدين. نفس النظام من سايتس، بروح دايس على الفورم، فورم بيلدر. بعد كده هروح دايس اد فورم واخلي فيه برضو تمبلتس، انا اقول له فروم سكراتش كرييت. اسمي الفورم سيستم الكورسات. ممكن تمسح الحاجات ديت دي كونسنت وهكذا، امسح الترمز ديت. بتعدل برضو نفس النظام بدراج ودروب. ممكن تدوس من هنا من الستايل والاوبشن. انا بحب الثيم، انا هقول لك انا بحب الثيم انهي. الثيم دوت شكله بسيط، يو ثيم بالشكل دوت. اقفله. ده الفيرست نيم، ده اللاست نيم، الفون، الايميل. عايز طبعا تمسح حاجه امسح الفون مش محتاجينه. عايز تضيف فيه حاجات من برضه من على الجنب هنا، شايف انت الاد فروم اليمنتس من هنا. الحاجات دي كلها موجوده لو انت عايز تجمع البيانات تبع اي حد، عايز تقول له مثلا عندك سؤال معين. سنجل دروب اهو، مثلا انت محتاج الكورس دوت ليه؟ انت محتاج الكورس ده ليه؟ اوبشن 1 عدل عليها، اوبشن 2 عدل عليه، اوبشن 3 وهكذا. الفكره ان الفورم دي اللي بيسجلها بياناته بتتحفظ جوه هاي ليفل. يعني الفيرست نيم هي اصلا دي معموله من الفيرست نيم، فيرست نيم في لاست نيم والايميل. فاللي بيسجل الاسم بتاعه الاولاني، اسمه الثاني، الايميل، بياناته بتتحفظ في جوه هاي ليفل. فاحنا بناخد بعد كده بياناته وبنديله تاج معين اللي هي علامه مميزه، وليكن مهتم بسيستم الكورسات. وده على فكره اللي انا عملته مع معظم الناس اللي سجلت من خلالنا. لما نزلت بوست على الفيسبوك وقلت اللي مهتم بسيستم الكورسات انا هشرحه يسجل في الفورم دي عشان هبعت له ايميل بعدين. فكانت الفورم شبه كده، اللي سجل جوه هاي ليفل بيحتفظ معاه، بديله تاج معين اللي هو مهتم بسيستم الكورسات. بعد كده ببتدي ابعت له ايميلات. فاحنا دي الفورم بتاعتنا عملناها سيستم الكورسات. بطن هنا نخليها اضغط هنا للتسجيل. بعد ما حد يضغط هنا للتسجيل هيجي له الحاجه اللي مكتوبه هنا. انا ممكن اعدلها، شكرا ليك تم التسجيل، وهتلاقي الايميل جالك بالكورس تبعنا. سيف. كده احنا عملنا الفورم. طب بعد ما نعمل الفورم يا سباعي هروح راجع للموقع بتاعنا وهقول له مثلا اد، هقول له فورم. تعال نشوف بقى، نكتب كده فورم اهي. هضيف الفورم بتاعتنا من هنا. بيقول لي انت مش مختار فورم يا سباعي، اقول له ماشي. هدوس على هنا، هيقول لي انت عايز فورم اسمها ايه؟ انا لسه عاملين واحده اسمها سيستم الكورسات اهي. هتروح ظاهره من هنا الفورم بتاعت الكورسات، مش ده اللي احنا لسه عاملينها حالا اهي، سيستم الكورسات ظهرت هنا حالا. بس ممكن اروح دايس من فوق كده، احط باتون من هنا، خليها هيدلاين اهو ونحطها فوق. سجل في الفورم للحصول على الكورس. طبعا انا هعمل حاجه كروكي جدا شكلها تعبان جدا، بس انا وريتك انت يعني دي حاجات انا عاملها وبتعدل اللون بتاعها وتلعب فيها براحتك، بس احنا بنشرح بس حاجه سريعه. بس بعد كده تعمل سيف. مجرد ما تعمل سيف احنا احتفظنا بالموقع. طبعا ينفع تربطه بالدومين بتاعك. الحاجات دي كلها بالفعل شرحناها في الكورس بتاع المبتدئين عشان تبقى عارف الحاجات دي كلها بالظبط تعملها ازاي. وبقى عندنا الموقع ده اللي احنا ممكن نبص عليه، شكله كروكي جدا بسيط جدا، بس في فورم. لما حد بيسجل في الفورم جوه هاي ليفل بتحتفظ بالبيانات بتاعته. تعال نشوف مثلا مثال بتحتفظ بالبيانات بتاعته ازاي. فيرست نيم هسميها، خلينا نفكر في حاجه، فريلان زاويه. انا هوريك اسم غريب، فريلان زاويه 2 مثلا. طب الايميل فريلان زاويه 15 16 16 16 16 @gmail.com. مفيش حاجه كده، بس انا بوريك يعني مثال معين. اوبشن 3 احنا ما عدلناش، اضغط هنا للتسجيل. بص بقى لما هضغط هرجع تاني بقى لجو هاي ليفل وهدخل على الكونتاكتس، ظهر لي حد اسمه فريلان زاويه 2. فريلان زاويه 2 الايميل بتاعها فريلان زاويه 161616، ده اللي انا لسه مسجل. جو هاي ليفل السيستم بتاعه احتفظ بالناس ديت. ولو دخلت من هنا هيقول لي الاكتيفيتي، هو سجل في سيستم الكورسات، عمل فورم سبميتد. هو في الاول شاف البيج فيزيت سورس دايركت ترافيك، دخل على الموقع دايركت
ممكن لو انا داخل من الفيسبوك هيقول لي انا داخل من الفيسبوك، بعد كده اسجل في الفورم سيستم الكورسات بس كده، فدوت متسجل عندنا. طب والله يا سباعي انا عايز لما حد يسجل في سيستم الكورسات ياخد تاج اللي هي علامه معينه بناء عليها نعمل اوتوميشن معين. يبقى احنا بقى كده هندخل في سكه الاوتوميشن وهنتكلم عنها ازاي ندي حد اكسس على طول بشكل دايركت. نرجع بقى مع بعضينا وهندخل للاوتوميشن. انا عارف ان الفيديو دوت ممكن يكون لو انت لسه في بدايات جو هاي ليفل ممكن يكون شويه رخم عليك صعب عليك، مع الوقت لو اتفرجت عليه ان شاء الله مره ثانيه هتبقى هاضم الدنيا بالتفصيل. ولو انت بالفعل عارف جو هاي ليفل شفت كورس المبتدئين الموجود معانا هتبقى عارف الدنيا كلها ماشيه ازاي ان شاء الله طريقه سلسه جدا. احنا عندنا الاوتوميشن من هنا، الاوتوميشن خلونا نعمل كرييت فولدر هسميه مثلا تيست فور كورسز عشان هلعب فيه اكتر من حاجه، فدوت بيعمل لنا الفولدر بتاعنا اللي هو تيست فور كورسز هندخل عليه. بعد كده اقول له والله اعمل ورك فلو، الورك فلو فروم سكراتش. هعملها ايه؟ اد تاج. في حاجه من الاثنين دي مهمه جدا، تاج مثلا سيستم فور كورسز مثلا. خليني اقول لك حاجه مهمه جدا لو انت ما شفتش الفيديو بتاع التاجز. التاج ديت زي علامه او وسم بتوسم بيه الشخص الفلاني عشان تبقى عارف هو تبع ايه. ممكن حد يبقى ليه اكتر من تاج على حسب انت بتصنفه تبع انهي تصنيف، وينفع في اي فتره تروح عامل فلتر للناس اللي واخدين التاج الفلاني فتبقى عارف انا معايا كام حد مهتم بده، انا معايا كام حد مهتم بده، انا معايا كذا، فتبقى انت مصنف الناس بطريقتك انت. فانا بعمل ايه في الاول؟ انا بروح عامل اد تريجر. التريجر في الاوتوميشن اللي هو الزناد اللي عندنا. التريجر اللي هيحصل الخطوه الاولى اللي هتحصل حاجه اسمها فورم سبميتد. الفورم سبميتد اد فلتر بروح قايل له فورم از، بيقول لي اختار الفورم، هقول له سيستم الكورسات. يبقى انا عندي الحاجه اللي هتعمل لي الاوتوميشن اول خطوه حد بيسجل في الفورم. انا ببعت لهم اللينك اللي مهتم يا جماعه يسجل في الفورم، فالناس بتدخل تسجل في الفورم. دي الخطوه الاساسيه اللي عندنا. ايه اللي هيحصل لما حد يسجل في الفورم يا سباعي؟ انا بقول له اديله تاج، اد تاج، او خلينا نكتب هنا تاج. بيقول لي اد كونتاكت تاج، بس بيقول لي ايه التاج اللي عايز تديهوله يا سباعي هيبقى اسمه ايه؟ فراح نقول مثلا مهتم بسيستم الكورسات تيست عشان اعمل حاجه ثانيه. فيقول لي ضيف التاج دوت، عملته له بس. يبقى لما حد هيملى الفورم هياخد تاج اسمه تيست مهتم بسيستم الكورسات، سيف اكشن. بعد كده بتروح عامل دي ببلش وتعملها سيف. تعال نجرب تاني. هنرجع لنفس الصفحه تاني بتاعتنا، هنعملها ريفرش، هنعمل فيرست نيم، لا فريلان زاويه، ماشي فريلان زاويه بس المره دي 20، ولاست نيم فريلان زاويه 20 فريلان زاويه 20. الايميل فريلان زاويه 20 20 20. اوبشن 2 اضغط هنا للتسجيل. انا مش ضايف @gmail.com، ماشي اضغط هنا للتسجيل. بيقول لي شكرا ليك تم التسجيل. تعالوا نعمل ريفرش تاني، هنرجع للكونتاكتس. ايه ده؟ اتضاف كونتاكت تاني اسمه فريلان زاويه 2020، الايميل بتاعه اهو، واخد تاج، التاج اسمه مهتم بسيستم الكورسات. كده بقى اللي يسجل بياخد التاج دوت. طب انت بقى ضايف التاج دوت ليه يا سباعي؟ عشان هعمل اوتوميشن تاني مهم جدا. دي بقى نقطه محتاج ان انت تركز فيها جدا معايا. انا ممكن اكمل من هنا بعد ما ياخد التاج اديله كذا واديله كذا، بس انا لا، انا بحب اعمل دي حاجه شخصيه هنشرحها في الكورس الادفانسد بعملها ليه ان شاء الله. انا بحب اللي ياخد تاج ياخده في ورك فلو لوحده اللي هو اوتوميشن لوحده. تعالوا نرجع تاني، هقول كرييت نيو ورك فلو فروم سكراتش. انا عايز التريجر بتاعي اللي هيحرك كل اللي جاي ان حد يبقى التاج بتاعه واخد تاج معين، كونتاكت تاج، بعد كده اد فلتر، سيلكت تاج اديت اللي هو تعال نختار التاج بتاعتنا تيست. فين التيست؟ اهو مهتم بسيستم الكورسات تيست، وهقول له سيف. يبقى اللي هيحصل اول ما حد بياخد تاج اسمه مهتم بسيستم الكورسات هيحصل الاتي. اللي هيحصل اللي احنا نقول له عليه بقى ابتدي اعمل ده وده وده وده. طب يا سباعي هو اصلا الواحد هياخد تاج ازاي اللي هو مهتم بسيستم الكورسات؟ احنا عاملين اوتوميشن قبليها، لما يسجل في الفورم جو هاي ليفل بيديله التاج الفلاني. بعد كده بقى نقول له لما حد ياخد التاج الفلاني يلا بقى نشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي.
انا عاوز لما حد يسجل في الفورم بتاعتي اللي انا عاملها للوحده المجانيه، بعد ما يسجل فيروح واخد التاج، بعد ما ياخد التاج يحصل اوتوميشن دوت. الاوتوميشن افتح له الجزء المجاني اللي هو اديله صلاحيه دخول على الجزء المجاني، بعد كده ابعت له صلاحيه دخول تاني على الجروب لو انا عامل جروب للقسم المجاني دوت. بعد كده اروح باعت له ايميل اقول له ازاي تسجل في الكورس بتاعنا وتدخل عليه ازاي. بعد كده بقى لو عايز استهدفه بباقي حملات اعلانيه شغاله بالتفصيل ان شاء الله. فدي الحاجات الخطوات على حسب بقى انت عايز تديله حملات اعلانيه، انت عايز تديله اكسس على الجروب ولا لا، بتشيل الخطوات بتاعتك على حسب انت عاوز ايه. فدي الخطوه اللي هنقف عندها في الدرس ده، عشان انا محتاجك تكون هاضم الحكايه ديت كويس، عشان الدرس الجاي هيختص اكتر بقى بالاوتوميشن بالتفصيل، وايه اللي بيحصل لما ندي حد التاج الفلاني فيبقى خلاص ينطلق، ازاي نديله اكسس للجروب بتاعنا، طب نجيب اللينك منين، طب الحاجات دي منين، طب لو في مشاكل، طب انا كسباعي ببعت لهم ايميل عامل ازاي، وهبعت لك مثال للايميل بتاعي، طب الواتساب انا اعملها ازاي. كل الحاجات ديت هتبقى ان شاء الله في الدرس القادم، عشان الدرس دوت انا عارف ان هو هيبقى صعب شويه لو حد لسه بيدرس جو هاي ليفل عامل ازاي، ما يبقاش تقيل عليه. فان شاء الله في الدرس اللي جاي بالتفصيل ممل هتلاقي كل الحاجات ديت. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.